إنك تكون إنسان مسالم مش معناها إن أنت تكون إنسان ضعيف. إن أنت تكون بتبعد عن الخناقات والمشاكل مش معناه إن أنت إنسان سلبي. لازم نفرق بين إن إحنا قويين ونقدر نقف ونتخانق ونعمل مشكلة، وبين إن إحنا مختارين السلام النفسي ومختارين نبعد عن أي قلق ومشاكل. في فرق كبير جدا بين الاتنين. خلينا دايما نختار السلام النفسي، الهدوء، البعد عن المشاكل بإرادتنا مش ضعف مننا، لأن الحياة ما تستاهلش. الدنيا أبسط بكتير جدا جدا من إن احنا نقعد نتشاحن مع بعض وإن احنا نزعل من بعض وإن احنا نضايق بعض. أرجوكوا أرجوكوا اهدوا وابعدوا عن الأذى وابعدوا عن الناس المؤذية. أيوة، في ناس كتير بتبقى مؤذية حوالينا واحنا بنقعد نعافر عشان نصلح علاقتنا بيهم، واحنا مش متخيلين قد ايه تأثيرهم السلبي ده علينا. في حدود ان احنا نخلي علاقة مش كويسة من صداقة او حب او whatever ايا كانت نوع العلاقة نخليها في حياتنا وهي بتأذينا، مش عشان استحمل اللي قدامي يبقى انا اتأذي. لا، اما العلاقة تكون متوازنة وتكونوا انتوا الاتنين مرتاحين فيها، لا اما بلاش منها خالص. وساعتها البعد عن العلاقات السامة ده غنيمة. البعد عن الناس التوكسيك المؤذية ده غنيمة. البعد عن الناس اللي بتعمل مشاكل ده مكسب. عمره ما كان هيبقى ضعف أو سلبية. زي ما بيقولوا ابعد عن الشر وغنيله.